السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. اكثر عليك حبيبي يا رسول الله. المية اللي احنا حطيناها له كان فيها مطهرات عشان ما يبقاش في جسمه اي حشرات خالص. مستغربين شكل الطبق، المية محطوطة كده من امبارح ما لمسوهاش ولا بلين حواليهم ولا حاجة، مع اني ما حطيت لهمش الصينيه اللي انا بحط لهم ميه يستحموا فيها، شايلاها عشان لما يعوزوا يستحموا يبقوا مضطرين بقى وينزلوا بايديهم، فما نزلوش فيها ولا قربوا لها. فاحنا هنشيلها بقى مش مشكله، ونحط لهم بقى ميه ثانيه فيها مطهرات في الصينيه بقى عشان يستحموا، عشان الجو حر وعشان جسمهم ما يربش اي حشره. نسمي الله كده، نحط لهم ياكلوا الاول ونحط لهم حاجه كده في ميه الشرب تكون مطهره للمعده كده، تطهر معدتهم وتنظف معدتهم وتفتح شهيتهم. حاجه جميله جدا يا جماعه، مفيش غنى عننا. المفروض نحطها لهم كل اسبوع مره، وحاجه رخيصه جدا ودايما موجوده عندنا في البيت. في ناس بيحبوها على طول ياكلوا منها في البيت. هي حاجه كويسه للبني ادمين وللطيور ولكل الطيور، وخاصه البط. بتمنع الكساح والافتراس، وبتمنع حاجات كتيرة عنهم، وبتفتح الشهية، حاجات كتيرة يعني. نسمي اللي انا اكلهم الاول عشان شهيتهم كده يا جماعة، بتنظف معدتهم، مفيش عندهم بلاد. بطلع بسم الله كده، كل اسبوع مرة واحدة، حاجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى دلوقتي كده ايه؟ كده يجري ينام على البيت ويشوفوا كده يقول ده كان دلوقتي يا اخي الولاد. هو ما عندوش ولاد دلوقتي. الجو حر ياكل على مهله وما يجيش كده على البيت. لو في الشتاء أكيد اللي ياكل يجري على البيض، أو مراته بتبقى نايمة على البيض على ما هو بياكل، وبعدين بيجري تاني هي تروح له وهو ياكل وهي تنام على البيض. كده بيعملوا كده. شريكة حياته صحية، مش هتخاف كل حاجة. يعني البني آدم اتعلم من الحنان إنها تشارك في الحياة ويشارك في كل حاجة. البني آدم كده بيقعد يتفرج على الحمام، يبقى يجي يتصرف كده زي البني آدم، يختاروا العيش سوا. أول ما يوقفوا الجوز كده على بعض، بشوف البكاية واقفة في صندوق والبكا واقف في صندوق، ويفضل يحاول معاها على ما تقتنع بالصندوق اللي هو مختاره، لأنه إحنا عاملين العيش بتاعهم كتير. الرأي بقى بيرجع بقى إيه؟ الذكر في الآخر، لأن المصمم اللي هو واقف في الصندوق ده يبقى هو ده اللي هيتعمل في العيش بتاعه. الواحد يبقى قاعد كده ايه، اتفرج واستغرب كده على المناظر الحمام الجميله وتفكيرهم واختياراتهم كده للحاجه، وخوفهم على الزوالين بتاعتهم برضه. يعني انا عندي صباع مقطوع دوت، انا عملت عليها اكتر من 5 فيديوهات ان هي مش راضيه تاكلها ولا ذكر من ساعه ما جوزها طار. جوزها طار كده غصب عني، يعني الراجل طار. اللهم صل على النبي، احنا عندنا مشروع برضه. فاخيرا هي وقفت على، مش عارفه هي باينه في الكاميرا ولا لا، عشان بيصور لوحده محدش بيصور معايا، فعشان كده ما بيصورليش الكاميرا على القناه. فاكر ان كده اهو الصباع مقطوع وقفت على ذكر، ما كانش راضي يوقف على اي بدايه خالص، وهي بقالها يجي سنه ما وقفتش ولا وقفت، وعماله تضرب في الحمام وخلاص. في الناس وكرفها ولا ريد ولا اي حاجه. وكل ما اشوف القرين الذكر والتاني مؤلفين مع بعض ويكسرها ولا حاجه، بتجري في الظهر فكرفها. بس انا شايفاها مضايقه والبيضه مطلعه عني كتير يعني. كنت عملتها وقلت بقى ساعتها كفايه الامل، كنت عايزه ابيعها بس الواحد بيستحرم يعني ايه، ده حاجه مش كويسه يعني، فقلت محطوطه وخلاص ما فيش شرط يعني، هي تصرف يعني ما تصرفش ولا تعمل اي حاجه
المؤلفة مع طفلة برضه مراته عملت معاه حركة جميلة كده وسابته اتجوزت غيره. كانت حالة لو حد كده كان متابعني كده وشافته، فمن ساعتها ما رضاش يتجوز أي حاجة. فسبحان ولا هي ولا هو بقى لهم سنة يعني مش شغالين، فربنا يوفقهم كده ويشتغلوا بقى كده ويطلعوا لنا إنتاج كده. فسايبهم بقى كده وقفوا مع بعض هم ربنا يهديهم ويصلح الحال. المهم إن أنا هقطع اليوم ما تبقاش الطريقة دي ونصطحب يا جماعة، بس هقطع صغيرة كده علشان ما يسوقوش حاجة منها. هو حلو لهم عشان الفسيخة بيها بعدين بتصحي ما بيتكلموش في حاجة، ده بيشجعهم وعندهم زغالية وعندهم زغالين. هنقطعها بقى ونعمل لهم المشروب الجميل. في المية مع معلقتين عسل أسمر. عسل أسمر يا جماعة كل بيت عليه معلقة كبيرة عسل أسمر، أي نوع موجود عندك. في عسل سلك بالكيلو كده جميل جدا، في بقى زي ما أنت عايزة، بس أنا جايبه برطمان شوية على أساس في الحر بيحمض. فأنا عشان أخلصه بسرعة وأحط منه البط وأحط منه الكيلو علشان يخلص على طول، لأن بيتفتح المعلقة فيه في الحر اللي احنا فيه ممكن يبوظ وممكن يتعمل في التلاجة وما يجراش أي حاجة. فهنحط هنا كده إيه معلقتين يا جماعة، ممكن ما نوصلش معلقة معلقتين كبار معلقة كبيرة معلقتين كبيرة. عشان في ايه بيبقى سلاح فلازم ندوره كويس. وعلى فكرة لازم نحط حاجة سقاية على أساس السقاية ما فيش مكان يلخبطوا فيها ولا يستحملوا فيها، دول كده كفاية. لكن لو حطيناه في صينية أو في طاجن فخار أو في حاجة ممكن يبلوا نفسهم، والعسل بيلزقهم خليهم بقى ملزقين. ممكن حشرة تيجي عليهم، ذبابة أي حاجة ممكن تيجي عليهم. ممكن حتى لو مفيش حشرة هتلزق الشعر الريش. فهنسمي كده المفروض يا جماعة كل أسبوع نحطه لهم، ماهوش باين خالص اهو باين اهو. المفروض كده كل أسبوع يتحط، نشوفهم كده يشربوا منه ولا لا. لو عندهم زغاليل يا جماعة يبقى جميل جدا الزغاليل، وينظف معدتهم ويفتح شهيتهم كده، خليهم ياكلوا كويس، يومهم يبقى بيومين كده. هما مستغربينه بس هيشربوا ساعات ما يعطشوا هيشربوا، وانا محطتلهمش ميه بيضاء دلوقتي، فعشان كده الجو حر هيشربوا غصبا عنهم. وهم اصلا بيحبوا الحاجه المسكره، في ناس دايما بتحط لهم سكر، اللي حمامهم بيطير بتحط لهم سكر في الميه علشان يرجعوا للمكان تاني، ما يطفشوش بقى كده ويسيبوا مكانهم ويمشوا، فبيرجعوا للمكان تاني اللي فيه ميه بسكر. والميه ديت انا مش هكبها، حتى لو كبيتها على الارضيه حلوه للحشرات، فانا هحطها لهم في صينيه بيستحموا فيها، بس انا سايباها في المكان التاني في الحمام عشان هنا ما تبللهمش الاكل ولا تبل الارضيه. ساعات بيبقى فيه فضلات على الارض وممكن تعجن على الارض، فانا اسيبها بره احسن.
وهيستحموا فيها بقى لما ننقلها لهم في حاجة تانية. وبعدين المطهرات لو باتت ما يجراش لها أي حاجة، الفينيك والديتول كل المطهرات دي بتجمعيها وتحطها في مية. المفروض طول الصيف كده نحط لهم حاجة، شوية خل، أي حاجة كده في المية اللي بيستحموا فيها. طول ما قدامهم مية هم عارفين يعني المية دي للحمى عارفين مية الشرب بيروحوا يشربوا منها، مية الحمى بيستحموا فيها. المية اللي بيستحموا فيها ما بيرضوش يشربوا منها بقى. الحمام ده أنضف طير يا جماعة. يعني البط ممكن اللي يقف فيها ويستحمى فيها ممكن يشرب منها ساعتها، لكن الحمام نضيف جدا. لو المية باتت قدامه، والفخار دي ساعات بيعمل ريحة فما بيرضاش بقى يروح يشرب منها. لما تغسلي له بقى الفخارة وتنضفيها وتحط له مية نظيفة فبيروح بقى يشرب. انما بايته او كده او ريحتها اتغيرت او بط شرب منها، عشان كده ما بحطش طيور مع الحمام. لو غصب عني كده حطيت بطه حجزاها علشان تكون بعيد عن بقيه البط، هي بتدخل بالدهوه للدنيا وكلت قبل كده زغاليل وموتت زغلول وشتت برك زغلول وبهدلت الدنيا. ورغم كده ما برضاش احط علشان ما تغير لهمش الميه، بتوسخ الميه قدامهم. والجو حر وطول ما الحمام ما قداموش ميه نظيفه ما بيرضاش يشرب. فالحاجات دي كده ملحوظه صغيره كده ناخد بالنا منها. في ناس بتهيأ لهم انه ممكن يشرب من اي مكان كده وخلاص، لا الحمام ما بيشربش الا انضف ميه. وربنا يهدي الحال كده. والذكر والانثى بيجروا ورا بعض، هم اللي لسه مولفين اهو. الذكر بيجروا ورا، عايز يوديها على الصندوق اللي هو مختاره، وهي مختاره صندوق تاني. لما نشوف بقى رأي مين اللي هيمشي في الآخر. أنا بقعد كده وأتابعهم، بيضربها وينزلها جوه الصندوق، بقعد أتابعهم كده لغاية ما أشوف مين اللي هينتصر على التاني. فربنا يوفقهم كده المهم إن هم يجيبوا زغاليل، يباتوا في الصندوق ده يباتوا في الصندوق التاني، المهم إن هم ينتجوا. مش مهم مين بقى اللي هينتصر ومين اللي اختار الشقة بتاعتهم. فالتسهيل على الله بقى اللي هم عايزينه، بيجروا ورا بعض. مش راضيين يشربوا المية، العسل له ريحة. هم لو دواها يحبوها عشان العسل مسكر، وهم بيحبوا الحاجة المسكرة. اشربي يا اخوتي الحاجة يعني. الريحة بس بيشموها بيرجعوا بقهم تاني. بس هيشربوا مية، لو هي اللي قدامهم هيشربوا منها بإذن الله، مفيش مفر. ومعلقة واحدة على اللتر يا جماعة، فأنا حاطة لترين عليه معلقتين حلوين قوي يعني. المفروض احط لهم كل اسبوع، لان انا ما بحط لهمش يمكن مره كده في السنه، عشان كده نسيوه. فهو المشروب جميل مش زي الشيح ما بيحبوش خالص، بيباتوا قدامهم لتاني يوم، وساعات ما يبقوا عطشانين قوي يشربوا غصب عنهم. وفي حاجات كتيره ما بيحبوش ريحتها. الحلبة لما بحطها لهم بيحبوها بيشربوها، ساعات بحط لهم فيها سكر بيشربوها. يعني فرد حمام الوقت كان واقف على الميه اللي هيستحموا فيها، راح شرب منها. هي مطهره ما فيهاش اي مشكله خالص، بس ما يسيبش يعني الميه اللي انا حاطها لهم ويروح يشرب من ميه الحمى فمن كتر عطشه موافق ان هو يشرب ميه بدادين وشويه معقمات كده حطاهم، موافق ان يشرب منها وما يشربش من دي. مش للدرجه دي يعني. نعمل لايكات يا جماعه كده قبل ما ننسى كده لو سمحتوا، وندخل كده اللي دخل على القناه كده وننورها كده، يعمل اشتراك جميل كده، والقناه تكبر بنفسكم باذن الله وتشاف وكله يستفيد باذن الله.
فالعسل ده طبعا بيرفع المناعة وبيخليهم يعني ممكن فيه حديد لأن الحمام برضو زينا ممكن رجله توجعه ممكن عظمه يوجعه يعني بيمنع الأنيميا عند البني آدمين وبيمنع وجع العظم، بيمنع حاجات كتيرة جدا عند البني آدمين، وكويس إن هو بينظف معدتهم، يعلي المناعة عندهم. الحمد لله وما عندهمش أي حاجة، بس إحنا بنعمل وقاية، ما نستناش لما الحاجة تحصل يعني. وأقول لكم كده ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب ويبارك لنا ولكم. والحمام دوت بيقول لكم شكرا لكل حد دخل كده على القناة، كل حد عمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.